السلام عليكم متتبعي قناة فلوق وتاويل بيتي شانيل. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه اولا كتشوفوا هذا الفيديو كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك فضلا وليس امرا باش تكونوا دائما على تواصل معايا. في فيديو اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحيله واللي هي كيفاش نقدروا نشويو الكاستانا اولا الكاستانيا اولا القسطال اولا لي ماغون على حسب اللهجه او الدوله اللي نتوما متواجدين بها. كنشويوه في البيت بكل سهوله بكل احترافيه مثل المحلات اللي كنشريوه من عندهم جاهز. وقبل من هذا احبابي بغيت نشارك معكم واحد المقتطفات من واحد البركه هنا قريبه على البيت شي 5 دقائق ملي كنمشيو بالبايسيكل. كيف كتشوفوا متواجده بين البيوت. كيف ما شاركت معكم فيديو الخريف، المانيا دائما كدير متنافسات بهذا الشكل هذا بالنسبه للناس اللي كتمارس الرياضه او لا تخرج باش تشم الهواء نقي، فكيوفروا الظروف بحال هكا. واخا انني نسيت باش نصور، كنت مستمتعه بالوقت مع وليداتي صراحه حتى بدا الظلام كيطيح وانا نقول علاش لا ما نشاركش هاد المقتطفات مع الاحباء ديالي. وهاد البركه فيها البط كيف كتشوفوا بالالوان ديالو ما شاء الله اللي زاهيه، والاسماك اللي صراحه ما بقاش كيبان اللون ديالها واضح حيت بدا الظلام كيطيح. مهم دابا ما نطولش عليكم، باقي المقتطفات غادي نخليهم في نهايه الفيديو وندوزو دابا لطريقه الشوي ديال الكاستانه. كيف كتشوفوا هي من بعد ما حمصتها قدمتها مع اتاي اكيد باش ندفيو الجسم ديالنا من بعد هاد الخرجه هذه. كتعرفوا يوم الخريف كيكون شويه بارد. طريقه الشوي رائعه وسهله وبسيطه. وهانتوما كيف كنقشروا الحبات كيتقشروا بكل سهوله طايبين من الداخل. ملي كنضغط عليهم هانتوما غادي تشوفوا ما كيكونوش يعني قاصحين. فاول حاجه نحاولوا ناخذوا واحد النوعيه اللي تكون جيده، ما تكونش يعني صغيره او لا كتكون مدوده ولا حاره، اقصد مره. المهم نحاولوا ناخذوا الحبات اللي يكونوا متساويين في الحجم كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا، يعني ماشي وحده كبيره وحده صغيره باش ما ياخذوناش وقت مختلف في الشوي ويكونوا جاهزين في نفس الوقت. انا هنا خديته من ليدل كيدير 10 اورو للكيلو. يمكن لكم تشوفوا يعني عندكم ميزانكم راه السعر كيتراوح ما حتى 17 اورو الا كانت نوعيه جيده. وبهذه الطريقه هذه كيتقام علينا ارخص من ما ناخذوه من المحلات اللي كتشويه. فملي كنشريو من عندهم راه تقريبا 10 او 12 قطعه كيبيعوهم ب 3 اورو ونص. فمن بعد ما اختارينا الكميه اللي بغيناها كنمسحوا الحبات جيدا بشي منديل باش كنحيدوا منهم الغبار اللي عليهم. وكنجيبوا شي سكين حاد، كنأكد على هاد النقطه هذه ضروري ما يكون السكين حاد. وكنحاولوا نصنعوا واحد الثقب كتكون عند واحد الجهه مسطحه وجهه مكركبه. من الاحسن ندخلوا السكين في الجهه المكركبه باش يعني كتدخلوا الحراره لداخل. ولازم نكونوا حذرين باش ما نأذيوش الايد ديالنا. كيف شفتوا السكين حاد والحبات ديال الكاستانيا كيكونوا قويين، فمن الاحسن نديروا حركه بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا حنا متحكمين يعني بايدنا، يا اما كنمشيو من الفوق للاعلى وحنا كندخلوا السكين في الحبه، اولا من اليمين لليسار باش تبقى الايد ديالنا في امان. وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي الحبات كاملين. من بعد كنكون سخنت الفرن على 180 درجه من الفوق ومن الاسفل. الا كانت عندكم المروحه خدموها حتى هي باش كتوزع الحراره جيدا في الفرن. الا ما كانتش خدموها غير من الفوق ومن الاسفل. تقريبا كيحتاج عندي مده 20 حتى 25 دقيقه على حسب الكميه اللي عندكم وعلى حسب الحجم ديالهم ايضا. فهاد العمليه ديال فتح الحبات مهمه بزاف، هي اللي كيعتمدوها يعني المحترفين او اصحاب المحلات ديال الكاستانيا. كيفتحوهم باش ما كينفجروش هاد الحبات. الا دخلناهم للفرن هانتوما غادي تحاولوا الا خليتوا شي حبه صحيحه ملي غتدخلوها للفرن مع درجه الحراره كتنفجر بحال شي قنبله وكيخرج داك اللب ديالها على شكل دقيق وما كيعطيناش النتيجه اللي بغيناها. كنتمنى احبابي الحيله ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ان شاء الله تطبقوها وتعتمدوها عندكم. وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش حتى هما يستافدوا منها. خليوا لي الاراء ديالكم والتعاليق ديالكم اللي اكيد كنفرح بها. الا عندكم شي فكره واحده اخرى ولا عندكم شي تعليق على الفيديو مرحبا والف مرحبا. نتمنى لكم احبابي باقي فرجه ممتعه بالفيديو ان شاء الله. كيف قلت لكم غنخلي لكم مقتطفات ونقول لكم تهلاو لي فراسكم. الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.